يعتبر نهر تانجرو أحد مصادر المياه للمناطق الزراعية والقرى الواقعة جنوب مدينة السليمانية، على الرغم من أهميته الكبيرة لري المزروعات ومصدر المياه للمواشي، إلا أنه في الآونة الأخيرة أصبح من المناطق الأكثر تلوثا في إقليم كردستان، جراء قرب منطقة التمر الصحي منه حيث لا تتجاوز أكثر من 500 متر، بالإضافة إلى انتشار معامل البلوك ومقالع الحصى ومصبات مياه الصرف الصحي ومصافي النفط، حيث ترمى المخلفات النفطية في النهر دون معالجة تذكر. بسبب هذا التلوث مياه نهر تانغرو أصبحت غير صالحة للشرب ولا للصيد والسباحة. لقد فقدنا هذه الخصائص في وقت يقرب إلى 15 سنة، حيث أن الأسماك لم تعد تعيش في النهر. لدينا أسماك ميتة في كل موسم من مواسم السنة بالقرب من مصب النهر في حلبجة منطقة سيروان بسبب التلوث الكبير في المنطقة. مصافي النفط التي تتواجد في المنطقة والغير مرخص بها لها الحصة الكبرى في زيادة سمية وتلوث مياه النهر، حيث تعتمد تلك المصافي على الآليات البدائية في عملية تكرير النفط الخام، بحيث تترك المخلفات السائلة الغير مرغوب بها بأحواض ترابية لتصب وتمتزج بمياه النهر، مخلفة كارثة بيئية على الأحياء فيه. لا يستعمل الماء في الزراعة ولا للرعي ولا لأي غرض، وله تأثير كبير على مياه الآبار. مياه الآبار تعتبر ملوثة وغير صالحة للشرب. كحلول للمشكلة يجب عزل المصافي واستخدام الفلاتر الكبيرة. السكان المحليون أبدوا استياءهم من قلة الحلول لمشاكل التلوث التي تؤثر على المزروعات والمواشي في تلك المنطقة. دائرة الصحة أتت لعمل فحوصات لمياه البئر 5 مرات منذ عام 2008 الموجودة حاليا، فتبين أن مياه البئر وبعد إضافة الكلور ممكن أن تكون صالحة للشرب. نحن لدينا رخصة عمل من قبل وزارة الصحة، وليس لنا علاقة في تلوث مياه النهر. أصحاب معامل إنتاج زيوت السيارات هم المسؤولون الوحيدون. هناك أمراض مثل الربو والسرطان أصبحت شائعة بسبب الروائح المنبعثة من النفايات أو من جراء حرقها، وتوجد أيضا حساسية للبشرة في بعض حالات التماس الجلدي للمياه الملوثة، لذلك يجب غسل الأيدي بالماء والصابون. السلطات البيئية في مدينة السليمانية أوعزت إلى أن المشاكل البيئية كبيرة في المنطقة، ووضعت الحلول والخطط التي ستتجاوز المشاكل المستقبلية. هناك مشاكل تلوث التربة، تلوث الهواء، تلوث الماء، نتيجة للنفايات الموجودة سواء كانت نفايات سائلة أو صلبة. فمثلا هناك مشكلة المياه الصناعية أو المياه الثقيلة، وكذلك المياه الصرف الصحي في مدينة السليمانية كلها تجي وتصب في وادي تانجرو، ومن هناك تصب في نهر سيروان. أسباب تلوث نهر التانجرو كثيرة، وإيجاد الحلول والمعالجة تكاد أن تكون معدومة من قبل السلطات البيئية في الإقليم، التي أشارت بأن العجز المالي وقلة التخصيصات المادية سبب في تلكؤ المعالجة البيئية في المنطقة.